قرار المحكمة النهاردة وصمة عار تلصق على قفا الكيان. مش بس كده، دي وصمة تاريخية لكل الأجيال. هل ده كلامي أنا؟ افتراء مني أنا؟ لأ، ده كلام النتن أبو ودان. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، لأول مرة في تاريخ المحكمة يكون القرار بهذا الإجماع. معانا كام صوت؟ 16 من أصل كام صوت؟ 17. إجماع يعني مش محتاجة كلام. رئيسة المحكمة اتكلمت في كل حاجة ومفيش نقطة صغنططة قد كده إلا واتهمتهم بالإدانة، وعلى ولاد الإخس منع الإبادة لأنها دوليا اتصنفت إنها متهمة ومدانة. قالت لهم إيه كمان يا بنت يا آية؟ قالت لهم الفيديوهات، المحرضين، المسؤولين اللي عندكم خدتها بعين الاعتبار، ويا ريت كده تشوفوا الإجراءات اللي هتاخدوها بدل ما يخلي عيشتكم مرار. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، حالة من الذعر والغضب في حكومة ولاد الإخس، مش قادرين، مش طايقين، مش عارفين يعملوا ايه. الموضوع يخلص على كده؟ لا، اخواتنا تنزل عليهم بدش ساقع بفيديو ل3 بنات محتجزين. البنات دول عاديين؟ لا، 2 منهم مجندات. وايه المشكله لما يبقوا مجندات؟ لا، العادي ان المدنيين هي اللي عيال طريه كده سيكي ميكي في نفسها فما يبقوش مستحملين، لكن المجندات والمجندين لا، ده المفروض متدربين. وال3 يأكدوا لك ان هم ما بقوش خايفين من اخواتنا اللي في القطاع، دول خايفين من جنون وعشوائية اللي في الكيان مسيطرين، وهم السبب الحقيقي ان هم يفقدوا كل اللي كانوا معاهم موجودين. طب ايه بقى رأي اخواتنا اللي في القطاع في قرار المحكمة؟ والله قالت لو هم نفذوا احنا منفذين، هم احترموا نفسهم احنا كمان محترمين، وانما لو فضلوا مكملين عادي بقى لما نشيلهم الطين. والله انا شايفة ان ده كلام اعقل العقلين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، اخواتنا في القطاع تنزل بيان بتعمل ايه فيه، بتشكر مصر لدعمها ومساندتها ومساعدتها وموقفها الشجاع في محور صلاح الدين. البيان ده كان امتى؟ امبارح يوم 25. طب ايه شكل المساعدة والمساندة يا بنت يا آية؟ مش قايلين، بس يخلينا نفكر استمرار اخواتنا ومدة طول هذا الوقت يخلينا متوقعين احنا كمصريين ناخد البيان لأي حد يخون مصر تاني ونحطه فين؟ في بقه او في عينه، معروفين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، شايف الناس اللي في الصورة دول خلاص ما بقوش موجودين، والسفارات عند ولاد الإخس نازلة على ودنه، ومن المسافة 0 على بعد خطوات يخلصوا على رتبة كبيرة من العيال السيكي ميكي اللي عندنا في القطاع. واليمن شغالة الله ينور في خليج عدن وباب المندب ومسيطرة على كل البحار، وكأنهم بيقولوا لهم أحسن لكم التزموا بالقرارات. أعز الله الإسلام والمسلمين ودايما نكون في انتصارات.